معلم. He was محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله. سامي يوسف تقدر تعتبره فنان خاص أو شديد الخصوصية. قدم أغاني دينية بصوته ومن ألحانه، مين ينسى المعلم وحسبي ربي وأمي. قدم كمان أسماء الله الحسنى بشكل مختلف. قدم كثير من الروحانية والإبداع في شكل فيديو كليب. النهاردة سألت نفسي سؤال: هو راح فين سامي يوسف؟ الإجابة على سؤال راح فين سامي يوسف تطلبت مني رحلة بحث. كان لازم قبل ما أسأل نفسي راح فين أدور الأول على أسباب نجاح سامي يوسف، وإزاي قدر يوصل للمصريين في وقت ما كانش فيه سوشيال ميديا ووسائل تواصل اجتماعي وإنترنت. وده السؤال اللي وجهته للكاتب الصحفي أمجد مصطفى: ليه نجح سامي يوسف؟ سامي يوسف هو واحد من أهم المغنيين اللي ظهروا على مستوى العالم في القرن الجديد، ومع بداية ظهوره كان انطلاقة جديدة للأغنية الدينية على مستوى العالم. ويمكن هو اختار في الأغنية الدينية أصعبها لأنه هو كان بيعتمد في كلمات أغانيه على الأغنية اللي بتعبر عن سماحة الدين الإسلامي وأخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك بمجرد أن أطلق ألبوم المعلم حقق مبيعات خيالية جدا، وكانت حوالي 40 مليون اسطوانة وكاسيت، لأن وقتها كان الكاسيت لسه في مرحلة ازدهار وانتشار. ليه سامي يوسف كان ناجح في الوقت ده؟ اولا هو قدم الاغنيه الدينيه في شكل لم يكن مسبوق. يعني احنا اتعودنا على الاغنيه الدينيه بتبقى الايقاعات بتاعتنا العربيه المعروفه والدفوف، لكن هو قدم حاجه تانية خالص، مزج الموسيقى الروحانيه اللي هو كان في رسالته مع الموسيقى الغربيه، فقدم بشكل مختلف تماما. وده اللي كان طبعا في ألبومه المعلم. نجاحه ما كانش نجاح يعني وليد الصدفه. هو أصلاً ولد في طهران في إيران لأب وأم من أذربيجان، وعاش في لندن. الخلطة الثقافية دي هي اللي طلعت سامي يوسف. ببحث بسيط على الإنترنت واليوتيوب لقيت سامي يوسف ما زال موجود، بل ونشط جداً، ولكنه بعيد عن السوق المصري. أخدت جولة في قناته الرسمية على يوتيوب وسمعت كتير من المقطوعات الموسيقية اللي بيقدمها دلوقتي، ولاحظت اختلاف كبير بين سامي يوسف بتاع الألفينات وسامي يوسف بتاع 2022. وقررت أشارك صديقي مهندس الصوت مصطفى زكي في رحلة البحث عن سامي يوسف. راح فين سامي يوسف؟ أنا من فترة كنت بسأل نفسي السؤال ده، وكنت مش عارف هو يعني جت في بالي أغنية، فاللي هو راح فين؟ بعد كده لما روحت عملت سيرش قلت أشوف هو راح فين، لقيت فيه حفلات من قريب، وحفلات كبيرة وأوركسترا وحاجات موسيقيا يعني عظيمة يعني، ولحن فاللي هو طب ما هو موجود بس هو بيعمل حفلات، لدرجة ان انا فكرت ان انا عايز اروح احضر حفلة، بس لقيته بقى بيعمل برا مصر في تركيا وفي اماكن برا مصر. فمش يعني اتمنى بقى لو في نصيب احضر حفلة زي دي. ما اعتقدش انه اختفى سامي يوسف، بدليل انه كان في الامارات السنة اللي فاتت وقدم مجموعة كبيرة من الاصوات. حتى احد الحضور بيساله يعني بيقول له معقوله يبقى مغني ويقدم اصوات جديده؟ قال له لا، دي رسالتي ان انا اقدم مجموعه من الاصوات المهمه للساحه الغنائيه، وده شيء بيسعده. يعني سمعت له من الاعمال الجديده مدد معموله ب2 فيرجنز تقريبا، واحده عربي لغه عربيه فصحى، وواحده تركي تقريبا، واحده ايراني يعني، بس اللي شفتهم التركي والعرب. افتكر يعني ان المصريين اللي خلاهم يقبلوه زمان لما طلعوا كانت حاجه جديده، دلوقتي برضو يقبلوه، خصوصا ان هو اصلا يعني معلم من زمان. هو مفيش حد ما يعرفش سامي يوسف. وكان اقصر طريق للاجابه على الاسئله دي هو سامي يوسف نفسه. بعت له وطلبت اعمل معاه حوار، وبالفعل هو وافق. انتظروا اجابه الاسئله دي واسئله تانية على صفحات وموقع الشروق قريب جدا. I'm Sami Yusuf. Catch my interview on Shuruk Online, coming out very soon.